علمانية علمانية. تعلو الأصوات والمظاهرات بسوريا علمانية علمانية. طب في سؤال، آه هل أنتم فاهمين شو يعني علمانية؟ هل حددتوا نوع العلمانية اللي بدكن إياها؟ بدكن علمانية مدنية فصل الدين عن الدولة؟ بدكن علمانية إلحادية واعتناق مبدأ العقل؟ فقط انه هو الانسان سوبرمان ومرجعية المرجعية كلها للعقل والتشريعات العقل؟ يعني هل الحرية بالنسبة لكم غاية ام وسيلة؟ لانه انتم بتطلبوا العلمانية لاجل الحريات الشخصية. طيب، يعني ما واضح الكلام اللي عم بتقولوه. فهذا يدل على شيء واحد، انه انتم اصلا ما انكم فاهمين شو معنى علمانية. خلوني بس اوضح لكم بس شو معنى علمانية بهالفيديو بس لو سمحتوا. اول اصطلاح للعلمانية دخل التاريخ، هذا كان من القرون الوسطى. لم يكن اصطلاح اللي نحن هلا عم نتعامل فيه، هذا شيء تطور بعدين. طبعا انا راح اورجيكم المستنقع النهائي اللي نحن راح نغطس فيه. بس وكيف دخل للدول العربية. العلمانية كانت اصطلاح يطلق في القرون الوسطى، وهو مأخوذ من كلمة يونانية للتفرقة بين عامة الشعب ورجال الدين. يعني حتى هذا اليوم لتاريخ يومنا هذا اللي نحن فيه بيعتبر انه بيقول لك الراهب انا تركت العالم وذهبت الى الدير. تمام. فالعالم العلماني هم الناس اللي مانن منتسبين في سلك الكهنوت. هذا أول اصطلاح ظهر لكلمة العلمانية، يعني الناس الغير منتمين لسلك الكهنوت. يعني أنت لست قسيس أو راهب فأنت علماني من العالم. هي أول لفظة العلمانية. فيما بعد تحولت العلمانية لفصل الدين عن سياسة الدولة، هذا الموضوع الثاني. بس لم تكن الحادية. يعني انت من حقك حرية الاعتقاد، اعتناق الدين اللي انت بدك اياه، شعائرك الدينية الخاصة بما يرتبط بالزواج، بالمراسم الدفن، بالطقوس المرتبطة بالعقيدة. هاي حرية شخصية بس لا علاقة لها بالدولة. طيب، فيما بعد تحولت العلمانية إلى نظام سلوكي يفصل العقل عن الدين، ويعتبر المرجعية الكاملة في الحياة للعقل. طيب، خلينا نشوف مراحل تطور العلمانية من بدايتها لحد تاريخ هذا اليوم. أول نشأة يا جماعة للعلمانية أو للتمرد على السلطة الدينية كان سببها المسلمين. طبعا انتم راح تستغربوا شوي انه شو عم يحكي نبيل. لا لكم، كان هذا الكلام في الأندلس، إسبانيا الأندلس. كانوا المسيحيين يراقبوا المسلمين يصلوا، وتعتبر الصلاة من الإنسان لله مباشرة بدون وسيط. فظهرت الاحتجاجات في الرعية المسيحية إنه يا جماعة أنتم كرهبان وكقسيسين، طبعا هاي كانت السلطة البابوية. طيب، ليش حاشرين حالكم بيننا وبين ربنا؟ لأنه كان الراهب أو الكاهن هو الكاهن القس، يعني هو الوسيط بين المصلي والله. ما في وساطة ما في علاقة مباشرة مع الله إلا من خلال الكاهن. فأنتوا ليش حاشرين حالكم؟ عم تفرضوا علينا ضرائب، وكانوا يبيعوا لهم صكوك الغفران. موضوع كبير هلا راح نحكي فيه كله بس باختصارات شديدة. فأول اعتراض ظهر في ذلك الوقت انه نحن ما بدنا وسيط بين الله والرعية تبعه مثل المسلمين. هاي حقيقة تاريخية، ابحثوا عنها على الانترنت وهتلاقوها كلها موجودة. فهذا التمرد الأول. بعدين طلبوا إقصاء الدين نهائيا وطرده نهائيا من الفكر، واعتماد نشأة الوعي والفكر العقلي كأساس للمجتمع. يعني هون ابتدأنا بموضوع الإلحاد من خلال التمرد. وكان أحد شعارات الثورة الفرنسية وقتها أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قس. هاي عم أقولكم بالضبط، هاي أحد بداية مراحل
نشوء الفكر العلماني. تعالوا نشوف المرحلة اللي بدأ في هذه المرحلة بأوروبا عصر سموه عصر التنوير لمواجهة رجال الدين والكنيسة ومنع رجال الدين اللي أصبحوا سياسيين متمرسين من التسلط على الشعوب والجباية وتحصيل الأموال وفرض هيمنة الكنيسة، لأنه السلطة البابوية في ذلك الوقت كانت بتحارب أمور كتير. يعني مثلا حاربوا دخول المطبعة، هذا أمر معروف، كانت الكتب تنسخ باليد وكانوا هني اللي مسيطرين على الكتب والمكتبات عندهم، ما كان في كتب مع الرعية. هاجموا العلماء واتهموهم بالهرطقة وأنشأت محاكم التفتيش. وبعدين عملوا صكوك الغفران، كانوا يبيعوا أراضي بالجنة، واللي لحق حاله واشترى بقى هلا أكيد الأسعار بتكون غليت كتير. تمام، هاي مرحلة من المراحل. طيب خلونا نشوف بداية توغل الفكر العلماني. الثورة الفرنسية هي كانت البداية الحقيقية لتوغل الفكر العلماني مع تأسيس أول حكومة فرنسية سنة 1789. كانت حكومة لا دينية، وكانت الماسونية هون قد ركبت على حصان الفكر العالمي، لأنهم دائما بيستغلوا هاي المواقف بشكل عام وبيستغلوا أخطاء الآخرين. يعني تماما بالضبط مثل الميكروب لما بيلاقي جرح بيدخل منه. كان في الكونت ميرابو خطيب وزعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية، ومنذ سقوط الباستيل، سجن الباستيل اللي هو يعني مثل سجن صيدنايا تقريبا، ما بيفرق كتير عنه. فكان شو كان شعار الثورة الفرنسية وقتها؟ كان شعار الثورة الفرنسية الخبز. تمام. بعدين تحول إلى إسقاط الرجعية والمطالبة بالحرية. شو هي الرجعية كانت في أوروبا؟ الرجعية في أوروبا هي الدين، رجال الدين والدين نفسه، يعني اللي فكره فكر ديني هذا فكره فكر رجعي. طيب خلينا نشوف مين رواد هذا الفكر ضد رجال الدين. أكثر منظر للعلمانية كان فيلسوف هولندي اسمه باروخ سبينوزا، هذا يهودي. وعندنا جان جاك روسو فرنسي، وشارلوي فرنسي، وفولتير فرنسي، ونيتشي فرنسي. وكانت نظريته هي موت الإله، يعني الإنسان هو الإنسان سوبرمان، العقل البشري. الإنسان هو فكره بيقدر يعمل كل هذه الأمور. بعدين كان عندنا كارل ماركس، هذا اجى جديد. وكارل ماركس هذا كان بالأواخر وهذا يهودي، يعني كان جملته الشهيرة الدين أفيون الشعوب. تمام. طيب جان بول سارتر كمان بداية ظهور النظرية الوجودية. طيب بعدين أهم نظرية ساهمت ودعمت هذا الفكر الإلحادي اللي تطورت إليه العلمانية، يعني ما عاد موضوع فصل الدين عن الدولي، اللي هي نظرية داروين. تمام. أكيد كلكم عارفين نظرية داروين، وأنه أصل الإنسان هو عبارة عن ميكروب أو جرثومة صغيرة من برك ضحلي، وبعدين صار قرد، وبعدين صار بني آدم. وبعدين إجا بعده سيغموند فرويد وهو يهودي، وبيعتبر أنه الإنسان عبارة عن يعني غول جنسي، بس هو هذا يعني صاحب ميول جنسية، يعني أسس كل الدوافع اللي عنده على موضوع الجنس. بعدين عنا كارل ماركس، جان بول سارتر اللي أسس النظرية الوجودية العلمانية في قاموس أكسفورد، تذهب إلى أن الأخلاق لابد أن تكون لصالح البشر، بس هني طبعا بيبنوا أخلاق دينية، أخلاق فكرية عقلية لا تمت للدين بصلة. يعني بدأوا من الآخر ياخذوا دور الإله وألغوا التعاليم الدينية كلها وبدأوا نقطة من عندهم. طيب كيف دخلت العلمانية على العالم العربي؟ ما بدنا نشوف عاد شلون استوردناها، كيف وصلت لنا. أول ما دخلت العلمانية دخلت مصر مع حملة نابليون بونابرت والخديوي إسماعيل سنة 1883. هو من اعتمد القانون الفرنسي قانون للدولة المصري. بعدين لحقتنا الهند سنة 1791، وأيام ما كانت مستعمرة بريطانية. بعدين الجزائر سنة 1830،
وبعدين المغرب، وبعدين تركيا بعد إلغاء الخلافة العثمانية بدخول واستلام جمال أتاتورك للحكم. بعدين العراق والشام ألغيت الشريعة برضو بإلغاء الخلافة العثمانية ودخول الفرنسيين والإنجليز إلى بلادنا. طيب، هاي أعطيتكم لمحة عن العلمانية. فالعلمانية إلى كذا موقف. أنتوا عم تقولوا علمانية علمانية، طب أنتوا علمانيتكم اللي عم تبحثوا عنها هي فصل الدين عن الدولة. بدكم شو نوع القانون اللي بدكم نمشي عليه؟ كل هذا شيء ما عم تحددوه. انتوا عم تقولوا علمانية علمانية. مين إمامكم العلماني في كل هاي الأسماء اللي ذكرتها أنا؟ في ناس وجوديين، في ناس ماركسيين، يعني كتير في العلمانيين، ما لعبة، وكل دولة تعاملت معها بطريقة مختلفة عن الأخرى. ما في بس في علمانية إلحادية. يعني هلا إذا خلص مجتمع مدني، الزواج مدني، ما في زواج ديني نهائيا، لا في إكليل بالكنيسة ولا في كتب كتاب ولا إذا أنتم حابين هاي الحياة مثلا، طب عرفونا، يعني خلونا نفهم شو العلمانية اللي أنتم عم تنادوا لها، ولا الموضوع هو عبارة بس عن بلبلة ومظاهرات. علما ما بدنا نحكي هلا أنتم أيام الأسد ما كنتوا تقدروا تفتحوا تمكن يعني. فهلا لأنه صار في بحبوحة من الديمقراطية، صرتوا بدكم تستغلوا هذا الوضع لخلق البلبلة والمشاكل. فالمفروض يعني انتم عم تعملوا مظاهرات بيكون في مطلب حقيقي، شو نوع العلمانية اللي انتم بدكم اياها. ما في علمانية كمان بتوصل للإباحية يعني، وكلنا أكيد سافرنا ورحنا الاتحاد السوفيتي ورحنا بلاد أجنبية وشفنا شو طبيعة الحياة. فإحنا كشرقيين هل فكرنا يتقبل المنظومة العلمانية؟ يعني هذا الشيء ما حدا بيقدر يفرض على حد شيء. انتم ما بتقدروا تفرضوا علينا علمانيتنا. بعدين في جرأة اكتر. انتم هل العلماني اذا انت مسيحي او مسلم او علوي او مهما كانت ملتك او معتقدك الديني اعتنقت العلمانية، هل انت قادر تنزل تقول انا رجل اتبرأ من كل دين ومن اي شيء، انا رجل علماني اؤمن بالعقل؟ يعني كونوا جريئين وكونوا واضحين. احنا مثقفين ما لنا جهلي. فهمونا شو العلمانية اللي بدكم اياها، لا نشوف بقى اخرتها لوين يعني.